بص انا جايبلك نسخه طرش لان انا رايق في حاجات حاجه رايقه كده. فعندك هنا شكل الشات من بره ايه، حاجه عظمه، نسخه فيها اضافات مش في مجالك كله حرفيا. انا جايب لك نسخه عظمه. بص جايبها لك من تحت الارض، ما تسالنيش ازاي، فاسمع كده. بص عندك الخصوصيه هنا بقى، عندك كل ده، عندك صنع فيروس باسمك، ممكن تصنع فيروس. ممكن عندك بقى كذا حاجه، فيروس حرق شات، نقل شتات، نقل شتات. بص نسخه الواتساب دي دمار. عندك مواقع ذكاء اصطناعي، اكواد حظر وفك حظر، اعرف اكتر نسخه تمام. عندك بقى مميزات النسخة، عندك بقى على تغيير واجهة الدخول، تغيير صوت الرسالة، عندك تغيير كلمة اونلاين، تغيير رقمك وهي تعديل تاريخ انشاء جروب، تمام، تعديل الايموجي، فك حظر رقمك، تعديل رقمك، تمام. عندك الحماية برضو، عندك كل الحماية من فيروسات قطع نت بقى وكونكت 41 واستلم ومنعك تاخد كراش وكل ده، وتأنيج النسخة. نسخة عظمة لما كل حاجة في المجال وجاي هنا. عندك التحديثات وعندك الخصوصية زي ما انت شايف كده النسخة اهي. وعندك هنا تنظيف النسخة والحاجات دي كلها، قلب اخوك وكل ده، ومميزات النسخة. عشان تعرف بقية الحاجات لازم تسمع الفيديو لحد الآخر. متنساش بقى اللايك والاشتراك بتاعك. يلا مع الفيديو. يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ونسخة واتساب جديدة، حاجة دمار. نسخة الواتساب دي 2023 جامدة ان شاء الله. بعد كده بقى نبدأ بقى في 2024 الحاجات دي كلها، بس لسه بقى 3 شهور. عامة النسخة، الناس اللي بتسأل، النسخة جنب مكان المتجر قصدي، يعني النسخة مكان المتجر مش جنب المتجر، تمام. طيب دلوقتي النسخة عندنا بالشكل ده. نبدأ نخش على النسخة. متنساش اللايك والاشتراك بتاعك وكومنت كده رايق زيك، عشان احنا ايه يعني، تعبانين ايه، عشان احنا تعبنا يا جدعان والله بجد. يعني اللايك والكومنت واللايك والشير والحاجات دي كلها بتفرق معانا، تمام. عندك هنا شكل الشتات، ممكن تغير شكل الشتات من هنا. عندك هنا كذا شكل، عندك ده ممكن تغير عندك لحد 4 اهو، تمام. وعندك هنا برضو لحد 5، تمام. تغير شكل الشات زي ما انت عايز. وعندنا 3 شوط في الجنب دول بيجيبولك مميزات، بس مش هتعرف تشوفهم من هنا، خش شوفهم من جوه. هوضح لك كل حاجه دلوقتي. عندك 3 نقط والاعدادات. عندك الاباض، النسخه مش هيطلب منك تعديل لان النسخه متحدثه اخر اصدار، تمام. النسخه بتثبت مكان المتجر وكده. طيب عندنا بقى البخوخ الكولايت، وعندنا والستيت وكده والحاجات دي كلها، وعندنا الشتات، تمام. لو جينا مثلا كده حابين ندخل على الشات مثلا ده، الشات هيكون ظاهر معانا بالشكل ده، تمام. وعندنا شكل الاعدادات من بره اهي، ده ممكن ضغط سرعة الاعدادات من جوه كده والحاجات دي كلها، تمام. طيب لو دوسنا على 3 نقط، دوسنا على الخصوصية. عندك بقى القناة، عندك صنع فيروس باسمك هنا يا باشا، بتكتب اسمك، تمام. وعندك بقى ممكن تعمل فيروس حرق شات، فيروس زي ما انت شايف كده، تمام. او فيروس معلش، او يعني تكتب الاسم اللي انت عايزه، تعمل فيروس حرق شات، فيروس ضغط، فيروس نقل شتات، مش عارف ايه، ايموجي ادوت زي ما انت شايف كده. مثلا بص لو عملنا كده وايموجي مثلا كده زي ما انت شايف، واصله معاك دي كلها فيروسات بتعمل، تمام. على العموم دي مش مشكلتنا، على العموم دي مش مشكلتنا وكده، تمام. فهنبدأ نلعب. عندنا هنا بعد كده احنا وصلنا لحد فين؟ لحد صنع فيروس. عندك موقع الذكاء الصناعي ده بيحولك لموقع فيه خدمات زي الذكاء الصناعي، زي الصور والحاجات دي كلها اللي كانت بتحصل على التيك توك وكده، تمام. عندنا بقى اكواد حظر ارقام، دي كلها اكواد فك حظر وحظر ارقام زي ما انت شايف كده. تضغط على الكود يا باشا وبيحولك على البريد على طول. بتحط رقمك وبعد كده رقمك بيتفك او بتحذر الرقم اللي انت استحضره. اعرف اكتر عن النسخة، تمام. دي النسخة مشروحة، يعني شرح النسخة وكده. عندنا بقى تاني قلب اخوك، عندنا مميزات النسخة. عندك تغيير واجهة الدخول، عندك كذا شكل لواجهة الدخول. يعني مثلا لو اخترنا ده وهنا كده، طلعنا وهنا دخلنا على النسخة، دي واجهة من الواجهات كده، تمام. عندنا برضه لو دخلنا كده تاني وجينا عند المميزات واخترنا مثلا واجهة غير دي، وهنا دخلنا كده. عامة هي فكرة واجهة يعني واصلة معاه، تمام. عندك بقى تغيير صوت الرسالة. هنا عندك كده صوت الرسالة، مثلا احنا نختار رقم 3 ونيجي مثلا كده. انا مش عارف، بص انا صراحة مش عارف هل الصوت مثلا صوت الرسالة لما تتباع كده، ثانية، هل صوت الرسالة لما تتباع كده عشان اقفل النت، معلش النت انا قافله على النسخة وكده، عملها طيران على النت النسخة، تمام. فمش مهم يعني، ده صوت الرسالة بيتغير، فانا مش عارف صوت الاشعار لما يجيلك ولا صوت الرسالة لما تتبعت، تمام. تعديل حالة الاتصال، اظهار من قام بتركات وازالتك، تأكيد ارسال الملصقات، اظهار علامة المسؤول، تعطيل الدفاع للنقرتين المزدوج، تغيير اعجابات الايموجي، تغيير اعجابات الايموجي، تعطيل عرض جهات الاتصال، منع الاتصال، تغيير كلمة اونلاين،
تغيير رقمك الوهمي، تعديل تاريخ انشاء الجروب، تزويد مشاريع الستوري، تعديل ايموجي خالص، تعطيل المنشن الوهمي، ارسال رسائل بسرعة. تمام. عندك بقى الواجهة، عندك هنا الشكل الواجهة، عندك كذا شكل زي ما انت شايف واشكال تانية اهي. تمام. عندك خطوط النسخة، ممكن تغير خطوط النسخة زي الايفون وكده. عندك اشكال الملف، وعندك تغيير شكل الملفات الشخصي زي ما انت شايف برضو. بص اصل يعني تفعل دي وتروح جاي هنا تختار شكل الملف الشخصي اللي هو بيبقى فيه رقمك والحاجات دي كلها واصله معاك، والباي والكلام ده كله. عندك انت تأثيرات اللي هو ايه بتاع الشتات من بره والحاجات دي، واخفاء شريط الادوات. عندك فصل الشتات عن الريموت. تمام. فعل ده عشان نفصل الجروبات عن الريموت وكده. الجروبات عن الشتات. تغيير شكل الدخول. تمام. صور الملف الشخصي في الواجهة. إظهار أيقونة إضافة أكتر من حساب، إظهار وضع الطيران، تعديل الدردشة المخفية، تثبيت أكتر من تلات شتات، إخفاء الدردشة المرشفة، إخفاء الستوري المثبت، إظهار المتصل الآن. دي بص يا اسطى، إظهار المتصل الآن دي مش بتظهر دلوقتي، مش شغالة في أي نسخة دلوقتي عامة غير النسخ دي. منع تعديل الرسايل، تعطيل حالة الاتصال، إظهار قائمة بتركياتك وإعداداتك، تأكيد إرسال الملصق، إظهار علامة المسؤول، تعطيل رد فعل النقرتين، تغيير الإعجاب بالإيموجي، قناص تغيير الإعجاب بالإيموجي، تعطيل عرض لجهة الاتصال، موقف الاتصال، لون الفقاعة ولون الفقاعة. تمام. لون الفقاعة ده يا اسطى اللي هو بيبقى جوه الشات، عشان أوضح لك برضو اللي هو بيبقى هنا، يعني يا إما جاية منه يا إما جاية من عندك أنت واصلة معاك. طيب بص، النسخة فيها باسورد، أول رقمين في الباسورد قلب أخوك هيكونوا 99، أول رقمين في الباسورد هيكونوا 99. تمام. على العموم بعد كده نخش بقى على الحماية. عندك الحماية من فيروس قطع النت. تمام. دي لو بتفعل طبعا وبتتفاعل معاك. عندك الحماية من فيروس الملفات، والحماية من الواجهة خالص، وعدم التهنيج بنسبة 75%، وعدم حرق النسخة من الروم، وعند استلام رسائل، وتشفير جهة الاتصال والحاجات دي. بص أنا مش عايز أكرر كلمة فيروس بس كتير عشان الفيديو مياخدش بان وكده، بس النسخة دي يا اسطى طرش الطرش يعني حرفيا. النسخة دي عظمة وهتعجبك. تمام. زي ما انت شايف كده، إرسال رسائل خاص، وحرق النسخة بمكالمة، وحرق النسخ برسالة، وإخفاء الستوري، وإخفاء الستوري اللي شفته، وإخفاء الستوري التحديث، وإظهار الرسائل إنها حصرية. تمام. اتكلم عن جروب، والنسخة دي ضد الحظر أو ضد برضو اللي هو ايه التهنيج من الرسائل، التهنيج من الفيروسات. تمام. يعني النسخة دي مش هتأثر معاك في أي حاجة. نسخة الواتساب ده عظمة معاك. تمام. ما تسألنيش ليه أنا بحب أقول نسخة واتساب كتير، عشان بس معنى إن أنا أقول نسخة واتساب كتير في الفيديو حاجة تبع اليوتيوب مش هتفهمها انت. تمام. عامة بعد كده عندنا خصوصية زي ما انت شايف كده، اخفاء اخر ظهور، تعطيل إعادة التوجيه، خاصية المكالمات، خاصية صافية. عندك اخفاء مشاركة الستوري، منع حذف الستوري. تمام. اخفاء زر تنزيل الستوري، شوف الصورة براحتك، وزر انك شفت الرسالة بعد الرد، وكتاب الباسورد للنسخة. تمام. عندك تنظيف النسخة بقى، تنظيف النسخة على اندرويد 10 واندرويد 11، وحجم الشتات بيوريك ان حجم الشتات اللي معاك. تمام. تنظيف النسخة الاحتياطي، عندك مميزات الحماية، عندك إرسال الصورة بجودة عالية، عندك إرسال الفيديو بجودة عالية. طبعا كل ده لو أنت معاك نت تفعلهم. تمام. زي ما شايف كده النسخة عظمة 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 كمان مرة. تمام. وبرضه زي ما قلت لك احنا لو دخلنا على أي شات كده، هنا الاختصارات بيوديك على الإعدادات وكده. زي ما انت شايف بيوديك على الإعدادات بتاع الحاجة عشان تعرف تستخدمها. يعني مثلا لو دخلنا هنا عندك هنا حماية من عندك هنا تغيير لون خلفية الكول. تمام. وإظهار نغمة النسخة أصلا معاك. فعل الحاجات دي برضه تحسين النسخة في الرام لو عايز ترمي موبايلك على حد. تمام. عندك بعد كده قلب اخوك الاعدادات هنا زي ما انت شايف. يعني النسخة عظمة برضه. تمام. الناس بقى اللي عايزة تغير الخلفية بس مش عارفة، تدوس على 3 نقط، بعد كده تدوس على ويل بيبر اهي. تمام. وهيبدأ يجيب لها النسخ هنا، هتدوس على كونت دي، وبعد كده تختار الصورة من هنا. تمام. زي ما انت شايف النسخة مبتنكش من أي حاجة بس. تمام. طيب هتقول لي هنا الرسالة بتتبعت اهي، ما بتتبعتش هناك ليه يا اسطى؟ هناك احنا مثلا لو جينا بعتنا رسالة هنا مثلا، بعتنا رسالة مثلا فين؟ لو جينا بعتنا رسالة مثلا هنا مثلا في أي حتة عند أي حد، لو جينا بعتنا رسالة كده الرسالة مش هتوصل. طب ليه؟ لأن النسخة أنا عامل لها قطع نت واصلة معاك، أنا عامل النسخة قطع نت. تمام. فالرسالة مش هتوصل. زي ما انت شايف برضه عندك الستوري، الحاجات دي كلها بتشتغل عادي طبيعي، بس طبعا مش هتنزل لأن أنا معيش نت، يعني مش هتتحمل لأن أنا مش مشغل نت. والله ما مشغل نت أهو، قطع النت فاصل كده، قطع النت اشتغل عشان تصدقوا بس، يعني تصدقوا بالله.
كده الرسالة اتبعتت اهي، والرسالة زي ما انت شايف كده كلها عمالة تيجي زي ما انت شايف كده، والستوري كله اشتغل اهو. تمام. فاحنا هنقفل النت تاني عشان منعملش بلاوي. بس كده يا غالي، اخرك كمان في الباسورد بقى يكونوا 3 7. تمام. متنساش بقى يا غالي اللايك والاشتراك بتاعك زي ما قلت لك، يعني الفيديو مش هيطلع غير بكم انتوا. والله العظيم انتوا وحشتوني انا عارف. ولو انت مش عارف تحمل هتلاقي اللينك في الوصف تحت، لينك التحميل بالظبط، بيقول لك ازاي تحمل من النسخة وكده، او ازاي تحمل من القناة عامة. بس كده يا حبيب اخوك، مع السلامة. الاشتراك بتاعك. يلا سلام.